السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ إن شاء الله كنتم بألف خير. اليوم يا إخواننا جيناكم بطريقة جديدة اللي هي المحشي السوداني. طبعا إحنا في السودان ده ما قاعدين نستخدمه كتير الكوسة دي، لكن بنستخدم الباذنجان ونستخدم الطماطم ونستخدم البطاطس ونستخدم حتى الفلفلية بدل الكوسة. بنستخدم اللي إحنا هناك في السودان بنستخدم العجور. طبعا أي سوداني يكون عارف يعني العجور. طبعا هو زي شكله زي الخيار يعني، عشان كده يلا انا طبعا جبت الكوسة والفلفل الالوان. طبعا ما جبته لان هنا كله كبار شديد، ولو انا مثلا عملته يعني هيبقى لي كتير شديد، عشان كده اختصرت الموضوع. واي زول يعني ممكن من اي نوع خضار ممكن تجيب وتدخل وتعمل شنو، تعمل محشي. ويلا نبدأ معاكم الطريقة ونقول بسم الله. واول شي طبعا هننضف الخضار بعد ما نضفناه ونقور جوا، زي مثلا الاسود وزي الطماطم طبعا هنقورها ساي يعني ما هنطلع قشرتها، هنطلع بس النواه جوا حقتها وكده. وزي ده برضو هنطلع النواه وبس خلاص. والاسود برضو هنطلع النواه، لكن ده لازم ننضفه ونقشره ونكوره من جوا، نعمل له تدويره ندوره فيه. والرجالة دي طبعا انا اشتريتها من شي ان، لو اي زول دار يشتريها عادي طبعا تشتريها، سمحة شديد يعني. لو زول دار تشتريها عادي يعني تشتريها من شي ان وتستخدمها. بس لما كتير نرجع لكم بعد ما ننضف الخضار. ده شكلها كده يا اخواننا، شايفينها شكلها جميل وحلو يعني. عندها حتى سنان هنا، السنان حقتها دي يعني بتنظف الخضار بيجوا وبتطلع الحاجات اللي انت دار تطلعها منه يعني. حلوة شديد يعني، انا غايته حبيتها. لما كده نرجع لكم. طبعا دي سكيني من انا في السودان السكين دي بحبها شديد لانها بتنظف لي الخضار بطريقة حلوة وزي ما انا عايزاها. وبرضه يعني سكين قديمة امي رحلتني بها مسكينة، ربنا يديها العافية. ولما نشوفكم كده يا اخواننا، انا بعد ما نظفت الباذنجان نظفته نظيف بطريقة كويسة، ونظفت الطماطم والجو اللب الجوا ده انا عملته طبعا عصير هدلي. ده العصير هسي خلطته واديته زيادة بتاع الطماطمتين. وعندي هنا برضو نظفت الكوسة، برضو نظفتها، ونظفت البطاطس برضو بطريقة حلوة ظريفة شديد، برضو نظفتهم كويسات. وعندي هنا طبعا انا اول حاجة سالقة كوبايتين بتاع رز بملح وزيت بس ومويه. عندي هنا نص كيلو بتاع لحمة عملته، حتى عملت معاه اللي برضو فرمتها معاه. وعندي هنا بهارات، دي عندي هنا توم، عندي توم وكمون وكزبرة وسماق، وعندي هنا ملح وجوز الطيب، وعندي شوية برضو من الروزميري، عندي شوية من الروزميري. ودي الحاجات طبعا المفروض انا شنو اخلطها هنا، اشيل منها شويه الجافه ما عدا بس ما عدا السماق، بعدين ما بكب منه في الصوص بتاع الصلصه. ونبدا معاكم الطريقه ونقول بسم الله. ننزل اول كده طبعا دي بكل المكونات نشيل منها جزء، بعدين
نحشي الجزء شوية شوية عشان نحط في اللحمة من الكزبرة من الثوم شوية، من الروزميري شوية، ودي الباقيات نعملها وين بعدين في الخلطة بتاعت الصلصة الطماطم. عندي هنا كوباية نص كوباية من السمنة برضو بنضيفها هنا، منها جزء، وبنضيف هنا برضو الزيت، برضو بنديه شوية من الزيت خالص، ما بنكتر منه، وبنضيف اللحمة. بعد كده بنقوم شنو نخلطه، بعجين بيدي سايب، بعجينه سايب طبعا على حسب الكمية اللي انت عندك ليها يعني. بعد ما نعجنه كويس يا اخوانا، والطعم لازم يكون الطعم من جوا لازم طعمه يكون حلو يعني. فطبعا انت لو دار تزيد بهارات فلفل، تزيد يعني 7 بهارات، تخوت نعناع، برضو في ناس بدوه نعناع برضو لو دايرين النعناع الجاف او الريحان او اي حاجة يعني على حسب اللي انت عايزه. لكن انا عملته كده على حسب البهارات المتوفر عندي. انا الفلفل عندي خالص، لكن بعمله بس بالبهارات دي بيتعمل ليه حلو زي ما انا عايزاه. وطبعا اللي بيديه حلا اكتر السماق ده طبعا بظبط زبيطه جد، بخليه يكون حادق كده وحبه ملوحه شويه. في ناس بتدوه برضه يعني عسل، في ناس بيضيفوا حبه سكر، لكن انا بحبه كده على حسب طريقتنا بتاعت السودان. لكن في السودان احنا بنضيف يعني ما بنضيف سماق، حتى لو زول عندك دبس رمان برضه عادي تضيف فيه، او مثلا يعني اي حاجه تكون يعني حاجه حادقه. طبعا الريحه ما شاء الله من اسي الريحه ظاهره. انا طبعا اللحمه دي ما بنجضها، بعملها دايما نيه، لكن بنجض الرز لانه ما بيستوي سريع. طبعا السمنه اللي انا كبيتها، السمنه والزيت اللي كبيتهم دي لانه بينجض لي جوا اللحمه، وبيخلي حتى الخضار ذاته يعني يستوي بطريقه كويسه من جوا وما يتكسر معاك. وبعدين اخواننا العصير ما تدوه له كتير عشان ما يفلت معاكم. فهو البطاطس يعني على حسب انه مقور بينجض سريع، ما بياخذ زمن فتره زمنيه طويله. ويلا نبدا معاكم ونقول بسم الله. اول حاجه نبدا بالطماطم، بسم الله. طبعا ما تملاه شديد، ما تملاه كتير يعني، لان لو مليته كتير حيدفك لما يجي يستوي، لان الرز بيكون تاني شنو الرز لانه هو ناجد، لكن اللحمه بس يعني ما تملاه كتير، تخليه 3/4 وكده يكون فاضي. تحشيه كويس وتنزله للاخر عشان ما جزء يكون عنده وجزء يكون ما عنده كده. بنفس الطريقه دي نحشيه بطريقه كويسه. طبعا كده نفس الطريقه دي نحشي برضو البطاطس ونضغطه شويه تحت عشان بعدين ما يفيك معانا بنفس الطريقه دي يعني. نحشي برضو الاسود عشان نوريكم ليه، او الباذنجان على حسب المسميات عندكم. اخوانا اكتبوا لي في التعليقات بتحبوا شنو في المحشي. انا بناتي كمان يحبوا الكوسه اكتر شي، عشان كده هسي مكتره منها شديد. محشي طبعا الكوسه برضو ما نحشيها كتير عشان ما تفك معانا، تكون بطريقه كويسه نفس الطريقه دي يعني، ما تملوها كتير. نخلص كل الكميه دي يا اخوانا. العصير حقنا ده عصيرنا الكبير حق الطماطم، نضيف هنا نظيفة. طبعا غير المويه دي انا تاني ما حاكوب اي مويه، بس بمصمص الجب بتاع الخلاط. المويه دي بتبقى حوالي كوبايتين كبيرة بتاعت عصير، لان اذا كترت من المويه بتكون يعني
بحاجات بتكون يعني لينة شديد للآخر. بسم الله. هنضيف كل البهارات. لازم يا اخوانا نضيف ملح شوية لأننا ما ضفنا قبيل، أسي ضفت قبيل وتاني برضو لازم أضيف عشان يكون معي يعني حادق. عندي هنا برضو السمنة اللي فضلتها قبيلي، وعندي هنا الزيت برضو فضلناه. نضيف يا اخوانا ملعقتين من تضيفه، لأنه هو المحشي بيحب بالمناسبة بيحب الزيوت، لأنه لما يكون عنده زيت هو براه بيبقى كويس، بيبقى حلو، بيبقى هش، يبقى لين شديد يعني لأن انت لو كترت له الموية حيخرب معاك، ما تكتر له الموية. كده هنرصه فيه. طبعا رصه صعب لكن بس نرصه، لازم نرصه يعني. ثبته بالباس يعني. الطماطم دي لازم طبعا تكون فوق شوية، طبعا الإناء يسترنا ما يبقى ضيق. نرصه كله بنفس الطريقة دي. كده هنحطه كده بفوق عادي، طبعا هيقفل لنا لو عندك إناء أوسع طبعا عادي يعني برضه تحط فيه كده. أنا طبعا هنكب الصوص بالاتجاه ده. لازم الصوص يا اخواننا تنزليه بمحل اتجاه يكون ما عنده محل فاتح عشان ينزل بطريقة كويسة. بسم الله. طبعا بقت ضيقة معي شديد، ما حقدر انجد فيها الا اغيرها بحلة تانية. زي ما قلت لكم غيرتها بالحلة دي افضل لي من الطوة دي لانها بقت ضيقة، وخطيتها ذات رصيتها بطريقة حلوة شديد. شايفينها كده هتستوي لي زي ما انا عايزة. بعد كده نقفلها نديها غلوة يعني في البداية تكون غلوة حارة شديد، تغلي بنار عالية، بعد ذاك نخفض النار نخليها تكون للآخر عشان تنجط وتتسبك مع بعض. ارجع لكم في آخر لحظة. نفتح الحلة اوريكم انه دي الغلوة اللي انا عايزاها. طبعا تغلي كده بنفس الطريقة دي. وكويس انه احنا خدتنا الطماطم فوق عشان لانها تستوي بالبخار افضل من انها تستوي المجاضة تحت، احسن تستوي بالبخار افضل. وشوفوا بعدين يا اخوانا الملح تضوبوه بملعقة شوية، تشوفوا اذا الملح ناقص تقوموا تزيدوا ملح شوية بنفس الطريقة دي. انا كده هخفض النار واخليها تنجط براحتها لغاية ما الخضار ده يستوي. دي يا اخوانا نهاية المحشي، وما شاء الله يعني ناجط ومستوي للآخر. طبعا ما أقول لكم إنه أنا قبل الطماطم دي إلا طلعتها من الحلة، لأنها لو خليتها بتستوي شديد. بعدين انتوا برضو حاولوا شنو طلعوها، يعني ما تخلوها تستوي معاكم للآخر عشان ما تقوم شنو تتكسر وتتقطع وتتجعد معاكم يعني، وأكلها بيكون ما حلو شديد. أوريكم برضو البطاطس ما شاء الله مستوية بطريقة برضو كويسة، شايفينها البطاطس برضو مستوية يعني للآخر، ما في أي حاجة تكون معانا ما مستوية.
شايفين هنا برضو الأسود الباذنجان. وعندنا دي هذه الكوسة. وخلاص كده كملنا الفيديو حق اليوم. وتسلموا كتير ويديكم العافية، ونشوفكم في فيديو آخر ومحتوى جديد إن شاء الله. تسلموا كتير ودمتم على ألف خير. أهم شي إخواننا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. مع السلامة.